أثار مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا في الأوساط المغربية، بعدما ظهر فيه طاقم طبي يرقص على أنغام موسيقى شعبية صاخبة خلال إجراء عملية جراحية يعتقد أنها داخل أحد المستشفيات المغربية. المشهد الذي التقط على ما يبدو داخل غرفة العمليات انقسم حوله الرأي العام، فبينما اعتبره البعض سلوكا طبيعيا لا يتنافى مع أداء المهام الطبية، رآه آخرون تصرفا غير مسؤول يمس بمهنية الطاقم ويستدعي المساءلة القانونية. وينتقد عدد من المتابعين الفيديو بشدة، معتبرين أن ما جرى يمثل استهتارا بصحة المريض، داعين إلى فتح تحقيق رسمي قد يفضي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية، بما في ذلك احتمال سحب رخصة مزاولة المهنة في حال ثبوت تجاوزات مهنية. أحد المنتقدين كتب: ما حدث داخل غرفة العمليات مهزلة لا تليق بمستوى المؤسسة الصحية، ويجب معاقبة المعنيين فورا. بينما حذر آخر من أن السلوك غير المهني كالرقص والضحك أثناء الجراحة قد يؤثر على تركيز الفريق الطبي ويعرض حياة المريض للخطر. في المقابل دافع آخرون عن الطاقم الطبي، مشيرين إلى أن تشغيل الموسيقى داخل غرف العمليات ممارسة شائعة في العديد من المستشفيات العالمية، وتستخدم أحيانا لتحسين الحالة النفسية للفريق الطبي وحتى المريض. أحد المعلقين قال: هذا الأمر ليس حكرا على المغرب، بل هو معمول به في مستشفيات كبرى بأوروبا وأمريكا، حيث يفضل بعض الجراحين العمل على أنغام موسيقى معينة بالتنسيق مع المريض أحيانا. في خضم النقاش تداول مؤيدو الطاقم المغربي مقطعا لطبيب فرنسي يشرح فيه أن الموسيقى أثناء الجراحة تساعد على التركيز وتخفف التوتر داخل غرف العمليات، مؤكدا أن اختياره لنوع الموسيقى يختلف بحسب طبيعة الجراحة وذوقه الشخصي. ويعكس الجدل اختلافا واضحا في النظرة إلى بيئة العمل داخل غرف العمليات، بين من يصر على الصرامة والانضباط بوصفها من ركائز المهنة، ومن يرى أن خلق أجواء مريحة نفسيا لا يتعارض مع الجدية والاحتراف، بل قد يعزز من جودة الأداء الطبي.